النهارده بقى هنتكلم عن حاجة في كل البيوت المصرية وكل الناس العربية والغير عربية كمان عندهم مشكلة فيها، وهي الاي بي اس. والاي بي اس هو الناس اللي عندها القولون العصبي نتيجة ان مزاجهم بيتضايق فبطنهم توجعهم. اول حاجة لازم ناخد وجبات تكون صغيرة وتكون مش مرة واحدة عشان ما يبقاش فيه تخمة، لان زيادة الوجبة الكبيرة مرة واحدة بتزود الضغط على الجهاز الهضمي. 2، لازم تقلل الاطعمة المسببة للحموضه. يعني حضرتك مش هينفع تاكل جبنه مقليه يعني على الصبح في الفطار، الحاجات الحراقه جدا والمقليه كتير ما تنفعش. الصلصات الجاهزه فيها مشاكل، ناس بيحصل لها مشاكل برضو من البرتقال ومن الليمون، في ناس بتتعب من الكافيين ومن المشروبات الغازيه، تزعل لما تعرف ان الشوكولاته كمان تسبب حموضه ليك وتوجع لك بطنك. في كمان الحاجات اللي لازم اقللها، البقوليات، الفاصوليا والعدس، الحاجات اللي فيها دهون مشبعه، وبعض المحليات بقى الصناعيه زي السوربيتول والفركتوز، فبالتالي لازم توقفها. مهم جدا انك تاكل وجبات او اطعمه سهله الهضم، زي مثلا الرز الابيض، الرز البني، البطاطا المشويه، كمان الفراخ المشويه والسمك المشوي. وافضل انك تاخد خضار يكون ستيم او مسلوق، مفيش مشكله، لكن بكميات محدوده. طبعا انا عارفه انك زهقت، بس مهم جدا انك تشرب ميه كتير يوميا او على قد ما تقدر. ما تاكلش وتنام لان ده بيعمل حموضه وده بيأثر عليك. ودايما اهتموا بالمشروبات الطبيعيه. باي باي.